السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. عاملين النهاردة طاجن لحمة الراس، حاجة كده عظمة، ريحة وشكل وطعم خطيرة. لو ما بتحبوش لحمة الراس أوعدكم من النهاردة هتعشقوها. تكات بسيطة جدا ومفيش حد هيعرف إنها أصلا لحمة راس، بس لازم نتفق إن كل أكلات المذبح أهم حاجة الريحة. لو ظبطتيها الدنيا هتبقى تمام معاكي، فده لازم يبقى حاجة متفقين عليها. بس طبعا هيطلع طبعا الريحة حلوة، الشكل حلو، أكيد الطعم أحلى من الشكل والريحة بكتير. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا أميرة أبو المجد. فضلا وليس أمرا ما تنسيش تحطيلي اللايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. بصوا طالعة معايا طاجن اللحمة، الريحة بتاعته خطيرة جدا، وبصوا مستوية مهرية، بتتقطع بالمعلقة ازاي. بس هتمشي على شوية تكات بسيطة هيطلع معاكي أحلى طاجن لحمة راس كأنك أول مرة تاكليه، ولو ما بتحبهوش أوعدك هتحبيه. بس الأول كده نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمي الله معايا كده بقى. لحمة الراس، لحمة الراس بتكون قطعة من اللحم الأحمر وفيها عظم كده صغير ولحم أبيض والقرقوشة، هي دي كده لحمة الراس. عمرها ما هتكون لحم أحمر خالص. لو عطاكي حتة من اللحم الأحمر الخالص، باقي الراس هو كده يعني مش هيعمل بيها حاجة، فهو مبيبقاش ظلمك. في ناس يقولك الجزار ظلمني وعطاني اللحمة فيها أبيض وفيها عظم. هي لحمة الراس كده حتة حمراء على عظم على اللحم الأبيض والقرقوشة. بنغسلها كويس قوي، وأي حاجة مش عاجباكي تشيليها كده منها وتتخلصي منها. وبعد كده بنحطها في المصفى تتصفى. معايا بقى شوية مية كده سخنين، هننزل بقى بورق لورا والقرنفل. دي بقى التكاية اللي هتضيع لي أي ريحة زفارة موجودة في اللحمة. ورق لورا وقرنفل. المية أول ما هتغلي معايا هنزل قطع اللحم اللي أنا اتخلصت من أي حاجة شكلها مش لطيف فيها، شعر بقى، جلدة لونها غامق، الكلام ده كله، وغسلها كويس بالمية. بس هنزلها بقى في المية المغلية اللي فيها القرنفل وورق اللورا. هتاخد غلوة. أول ما هتنزل المية السخنة دي طبعا هتبرد، النار عالية، هسيبها. أول بقى ما هتسخن تاني كده وتقلب معايا غلوتين، هتلاقي المية بقت مش حاجة لطيفة خالص. هنبتدي إن احنا نصفيها في المصفى، ومية سخنة كده من الكتل نبتدي إن احنا نغسل اللحمة تاني. يبقى أنا خدتها من المية دي، صفيتها في المصفى ونزلت عليها بمية مغلية مش من الحنفية، علشان لو نزلتي مية من الحنفية هتجمد معاكي ومش هتستوى خالص. احنا ما سويناهاش، احنا اتخلصنا من الريحة الزفرة اللي بتكون موجودة فيها. تمام. حطيتها في المصفى ونزلت عليها بالمية المغلية اللي في الكتل، وسبتها كده في المصفى واتغسلت حلو، وابتديت ان انا اسيبها تبرد. وبعد كده هنقطعها. ممكن نعملها قطع كبيرة زي ما هي موجودة، بس هيبقى كل واحد قطعة. لكن لما بتقطعيها قطع صغيرة كده بقى وتحط بقى في الطاجن، بتبقى ايه، بتاخديها بقى بالمعلقة كده على الرز الأبيض، بتاخديها بتاكليها بالعيش، بتبقى حتت صغيرة. وفي أول الفيديو قلتلك مفيش حد هيعرف إن هي أصلا لحمة راس. بعد ما قطعتها قطع صغيرة، هنبتدي بقى معايا معلقتين كبار من الزيت يسخنوا معايا. هننزل قطع اللحمة دي. طب ما حطيناش سمنة ليه؟ لحمة الراس سمينة، فيها دسم كتير، فمش هينفع لنا احط سمنة، وهي اصلا بتنزل مادة كمان دهنية. ومعلقتين زيت كفاية قوي، اكتر من كده هتبقى الدنيا زيطة خالص بقى، دام وحاجة مش لطيفة. يبقى هما معلقتين زيت، نزلنا اللحمة اللي احنا غسلينها والدنيا متظبطة معاها وريحتها جميلة جدا. الزفارة نزلت في المية الأولانية اللي فيها البهارات. وهنبتدي بقى اللي احنا نشوح القطع اللحمة دي لحد ما تاخد معايا اللون التحمير اللي انتوا شايفينه. بعد كده بقى نعمل حفرة كده صغيرة بقى في النص، وهنبتدي بقى ننزل البهارات.
احنا اتفقنا ان اهم حاجة الريحة، والريحة تخلصنا من الريحة الزفارة الاولانية، ودلوقتي هنظبط بقى الريحة علشان تبقى كده ايه، قلب الدنيا، ريحة حلوة كده. معايا كده كام فص حبهان. الحبهان بنفتحه، ما تحطوهوش وهو مقفول، هو بيكون فيه بذور سودا كده، هي دي اللي بتديني النكهة للأكل. ومعايا معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسمر، ومعايا معلقة صغيرة مليانة من الجنزبيل البودر، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة مليانة كده هرمية من بهارات اللحمة. والحاجة المهمة سنة القرفة. أنا مرضتش أحط اللي هو عود القرفة، لأن عود القرفة هيديلي ريحة قوية قوي للقرفة، وأنا مش عايزة تبقى ريحتها قوية. أنا ما تكتريش من البهارات. يعني لو تلاحظي أنا كل الحاجات اللي أنا مزوداها الجنزبيل وبهارات اللحمة، الحبهان والورق اللورا والفلفل الأسمر، دي حاجات أساسية عادي خلاص. لكن سنة القرفة سنة بسيطة علشان تظبط لي الطعم، بلاش تكتري، لو كترتي هتمرر، ولو حطيتي اللي هو العود القرفة هيديني ريحة قوية قوي للقرفة، وانا مش حباها دلوقتي في الوصفة دي تكون ريحة القرفة قوية. هنبتدي اللي احنا نشوح البهارات مع اللحمة، هتبتدي بقى الريحة تطلع، ريحة جميلة بقى، ريحة البهارات دي كده في التشويحة هتبقى قلب الدنيا. نديها تقليبة محترمة. ادي البهارات حقها كده في التشويح علشان خاطر الريحة تبقى ظاهرة معاكي. ومحضرة كده جنبي مية مغلية في الكتل، وابتديت اللي انا انزلها على اللحمة. ما تنزليش مية من الحنفية، تنزلي مية تكون مغلية كده جنبك، وتبتدي ان انتي تنزلي. انا مش محتاجة يكون عندي شوربة كتير، انا عايزة بس حطيت مية على قد ما هي ما هتسويلي اللحمة بتاعتي. انتي حابة يكون عندك شوربة، زودي بقى المية زي ما انتي عايزة. انا حطيت كده طماطمايه وبصلايه، وطبعا احنا مظبطين البهارات، بس ما حطيتش ملح نهائي ومش هحطه. وهسيبها بقى كده تاخد تدي مع نفسها، وههدي بقى عليها النار واسيبها تكمل التسوية بتاعتها تماما، تكون مستوية جدا، مش نص سوا ولا حاجة، انا عايزاها تكون مستوية تماما. لو احتاجت معايا مية هحط لها مية مغلية، انت عايزة تزودي من الاول مية كتير براحتك. انا سبتها بقى كده تكمل التسوية بتاعتها، وهنكمل باقي الوصفة. معايا هنا كده معلقتين من الزيت، واتفقنا ان احنا الوصفة كلها شغالين بالزيت، لان لحمة الراس دسمة وسمينة، فاحنا مش هنشتغل بالسمنة خالص، احنا هنشتغل كله بالزيت. الزيت معايا كده يسخن، هبتدي ان انا احط معلقة كبيرة من الثوم المهروس، يعني حوالي 5-6 فصوص كده ثوم، اهرسيهم، وهنبتدي ان احنا نشوحهم. انا مش عايزة الثوم معايا ياخد لون، انا عايزة بس الريحة بتاعته بقى كده تطلع، وانا سايبة اللحمة خلاص بتستوى معايا. والصدمة اللي هي خدتها الاول في المية مع التشويح، كل ده هيسرع من عملية التسوية. يعني عبال ما هنعمل الخطوة دي هتكون اللحمة استوت معايا. انا نزلت الثوم بقى كده، الريحة بتاعته تبتدي تطلع. انا بقى محضرة بقى معايا ايه، بصل. البصل يكون كتير شوية في الوصفة دي علشان يشيل الطاجن، يعني يخلي الطاجن كده محترم. يعني 3 بصلات كبار على حسب ما انتي ما بتحبي كمية البصل. البصل مخرطينه كده بالشكل اللي انتي شايفاه، ونبتدي بقى اللي احنا نشوح فيه. برضو البصل انا مش عايزاه ياخد معايا لون، انا عايزاه يدبل بس معايا. اول ما دبل كده هنبتدي بقى، بس اهم حاجه تبقي واقفه ايدك على طول، لو سبتيهم شويه هتلاقيهم هياخدوا لسعه منك، لازم التقليب على طول. معايا هنا بقى الفلفل الكوبي مقطعاه حلقات، ولو حابه اللي انت تحطي فلفل حامي حطي في المرحله دي. معايا بقى معلقتين كبار من صلصه البرطمانات، انا عاملاها في قوالب، القالب ده معلقتين من الصلصه،
هبقى اسيب لكم الفيديو في اول تعليق مثبت. وابتديت ان انا كده انزلها. اول ما ساحت معايا نبتدي ننزل بالبهارات، فلفل اسمر وبابريكا وبهارات اللحمه، معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا، ونص معلقه من البهارات اللحمه. ونبتدي بقى اللي احنا نقلب وننزل بمعلقتين كبار من الخل. الخل بقى مع الثوم ومع البصل ومع البهارات. بصي بقى الريحة جميلة جدا، ريحة اللحمة وهي بتتسلق حلوة قوي، وريحة الخلطة اللي احنا عاملينها دي كمان جبارة. نبتدي بقى اللي احنا نظبط الملح عشان احنا ما حطيناش ملح خالص في اللحمة. لو انت عايزة بقى شوربة بعد ما تطلعي اللحمة ظبطي الملح بتاع الشوربة عادي براحتك. هنبتدي بقى ننزل كده. خدت حوالي 3-4 طماطميات، ضربتهم بقى في الخلاط وصفيتهم، وابتديت انزل بيهم على الوصفة دي وغطيتها كده وسبتها لحد ما اتسبكت معايا. بصوا بقى اللحمة دايبة، ودي حبة الشوربة اللي فضلوا لي اللي انا هستخدمهم معايا. بقى هنا الطاجن انا مشغلة دلوقتي بقى الفرن، مشغلاه من تحت سخن قوي، وابتديت ان انا اطلع اللحمة اهي. نشيل بقى ورق اللورة، اي حاجة بهارات انا مش عايزاها بشيلها، بس بنحط بقى البصلة والطماطمايه. ولو انت عايزة تحطي اي حاجة في الشوربة اي نوع خضار حطي براحتك. ننزل بقى. بصوا بقى الخلطة ريحتها جميلة. ابص عبال ما هي ما الطماطم ما اتسبكت كانت اللحمة استوت، الاتنين سخنين اهو. نبتدي بقى اللي احنا نظبطها كده، وكبشتين الشوربة علشان بس كده تبقى ايه، يبقى فيها صوص، علشان لسه هدخلها تاخد بقى كده كام غلوة. اللحمة معايا مستوية، التسبيكة متسبكة تمام. كل اللي انا عايزاها تغلي جوه الفرن علشان تاخد من طعم الطاجن. ممكن تعمليها في صينية، وممكن تتاكل في المرحلة دي كده من غير ما تدخليها الفرن، او في حلة وتخليها تاخد غلوتين على النار وخلاص انتهى. قطع اللحم هتشرب من الصلصة. انا هنا حطيت مية علشان لسه هدخلها الفرن. الفرن سخن، مشغلاه من تحت، وهدخلها على الشبكة. بس الشبكة انا مخلياها في اخر رف من تحت، يعني قريبة من الصاجة اللي بتبقى تحت. وابتديت اللي انا ادخلها تاخد بس كده غلوتين 3، الطماطم تتقل تاني معايا، لكن اللحمة هي مستوية تماما. انا طلعتها من الشوربة مستوية كده، اهرسها بايدي بتتهرس. وشغلت بعد كده الشواية تاخد بقى معايا اللون الجبار ده. ريحة بصوا حاجة كده آخر جمال، الطعم وهم. وعملنا بقى شوية رز أبيض. بصوا بقى طالعة معايا قطع اللحمة مستوية. لو في حد يعني ملهوش قوي في لحمة الراس هو هياكلها وهو مش عارف ان هو بياكل لحمة راس. اي بصي قطعة لحمة حمراء، بصي بتتقطع بالسكينة دايبة. هتطلعيها من الشوربة تكوني بتهرسيها بإيدك بتتهرس. طبعا هي اتقطعت حتت صغيرة فما خدتش سوا. يا ريت تجربوها بنفس الطريقة، بألف هنا وشفا على اللي يجربها. وبجد جربوها، هتشموا ريحة حلوة قوي وطعم جامد. وأي حد ما بياكلش لحمة الراس هياكلها وهيحبها من إيديكم. وربنا يحسن ما بين إيدينا وبين إيديكم كده يا رب. وبألف هنا وشفا على كل اللي يجربها. والسلام عليكم.